تعالوا نشوف الطبق الجميل ده عملناه ازاي. ده 2 في 1، يعني عملنا بلفة جلاش او لفة ونص عشان اكون امينة معاكم. ده صوابع جلاش محشية كنافة متحمرة، جميلة جدا ومقرمشة قوي لحد تاني يوم يا جماعة. والله يعني طول ما انتي محافظة عليها وعاملة لها كفر كده، يعني مش بتبقى عشان انتوا عارفين الجو برضو رطب شوية، فبتبقى بتحافظ على القرمشة بتاعتها والتحميرة بتاعتها في الفرن. وده برضو بالكسر، شوفوا مورق ازاي، ورقة من ورقة من غير ما ندهن ورقة ولا اي حاجة خالص. وتعالوا اقول لكم عملناها ازاي. هنا جايبين طبعا 3 معالق كده سمنة كده، وحمرنا فيها ربع كيلو كده كنافة على قد الكمية اللي انا هستخدمها في صوابع الجلاش. بفضل كده معاها لحد ما تاخد اللون والتحميرة الكويسة او المناسبة. متحمرش قوي طبعا عشان ما تاخدش لسعة منك، لانها بعد ما وهي سخنة بتغمق برضو درجة. حتى لو انت رفعتيها حتى من على النار، ارفعيها بدري شوية درجة، يعني ترفعيها درجة شوية عشان ما تاخدش لون اغمق. تفضلي وراها لحد ما تحمصيها وتديها اللون. طعمها حلو جدا، واللي ياكلها حتى يحس ان جواها مكسرات مش كنافه. هنا حمرناها وسبناها على جنب تبرد وبصفتها. وهنا بدأت اجهز في الكاستر. هنا معايا لتر لبن على 3 معالق كاستر على معلقتين كريم باستري، وبقلب كده عشان ما يتكتلش معايا على طول وايدك فيها بصفة مستمرة، لحد ما تحسي ان الخليط بدأ يعني يتماسك ويتجانس، ويبدأ يعمل بابلز كده، ان هو خلاص بقى اتحول لكاستر. اول ما تلاقيه عمل بابلز كده، خلاص. وهتطفي عليه الفانيليا بتاعتك، واطفي عليه وغطيه باي استرتش كده، غلاف كده على الوش عشان ما يعملش وش للكاستر. الكنافة اللي اتحمرت صفيتها من الزيت او السمنة الزيادة، انا عاملاها بسمنة بصراحة. وبدأت كده حطيت عليها 3 معلقتين كده، معلقتين يا ربي بالظبط، معلقتين سكر بودر عشان احلي الكنافة من جوه. ما تحليهاش قوي عشان كده كده هنضيف شربات. ببدأ هنا بجيب الباكت بتاعي الجلاش، وببدأ اعمل كده كل ورقتين على حدة لوحده. بجيب الورقتين وبدهنها مادة دهنية. انا هنا عاملة خليط معلقتين سمنة على معلقتين زيت نباتي. ببدأ ادهن كده الورقتين مرة واحدة، مش بفصل بين كل ورقة ولا ورقة، لا خالص. وبجيب المقدار بتاع الكنافة وبضيفه عليه على الطرف كده، مش الطرف قوي، بسيب الطرف شوية عشان ابدأ ارله عليه. وببدأ ارله على قد ما طري ان هو يكون متماسك في الرول معاكي، بيبقى مختلف تماما. وجربيه وقوليلي رأيك فيه. معاكي طبعا القالب بتاعك البايركس، بتدهني القاع بتاعه بمادة دهنية. وطبعا كالعادة مشغلين الفرن بتاعنا ومجهزه قبل ما نشتغل في الحاجة. اهي المادة الدهنية، وببدأ اضيف الرول اللي انا بعمله واحد ورا التاني لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. وهبدأ بعد كده اعمله اقطعه قبل ما تدخليه الفرن، عشان هو طري تقدري تقطعيه كده، تقسميه على حسب ما انتي الحجم اللي انتي عايزاه، عشان طبعا لو احنا في الفرن هيطلع متكسر معاكي، مش هيبقى متناسق. هعمل معاكم واحد كمان. تمام. هنا ضفنا دهنا طبعا على طول، وبعدين حطينا مقدار الكنافة المتحمرة، وهنا خلصنا الكمية. تمام. وبحاول اضيف كده المادة الدهنية بين الفواصل بالطول ما بين كل ورقة وورقة، علشان يعني تبدأ ان هي
تاخد برضو فواصل معانا وتتحمر وتبقى كويسة. ببدأ هنا برضو المفروض كنت اقطع وقطعت اهو على قد صوابع الحجم اللي انتي عاوزاه. وبعد هنا ما بقطع الصوابع ببدأ برضو انزل المادة الدهنية بين الفواصل الصوابع اللي انا عملتها، عشان برضو يدينا القرمشة والتحميرة واللون. وهنا جبت الصاج بتاعي او القالب بتاعي التاني اللي انا هعمل بيه الجلاش بالكاستر. بدهن برضو المادة الدهنية معانا وببدأ اضيف عليه الجلاش. بضيفه مرة واحدة من غير ما ادهن ورقة ولا اي حاجة خالص يا جماعة، مش محتاجة، وبتطلع والله جميلة جدا. بصوا حطينا الكاستر في النص وضفنا عليها خلاص، وضفنا بدأنا ندهن المادة الدهنية بتاعتنا. وهنا الصوابع طلعت معانا واتحمرت واخدة لون تحفة ما شاء الله. ببدأ اضيف الشربات بتاعي على الصاجين او الشكلين اللي انا عملتهم، الكنافة والكاستر. ويلا لايك وشير والف هنا وشفا، وجربوه يا جماعة والله جميلة جدا وتحفة وهايلة.